في ناس بنشوفهم ساكتين ملهمش في الكلام الكتير ولا بيظهروا في الصورة، بنعدي عليهم كده ومش بنفكر هم عايشين ازاي ولا بيعملوا ايه. بس تفتكروا ممكن يكون في حد في حياتنا شايل خير كبير واحنا مش واخدين بالنا؟ النهاردة هحكي لكم حكاية من حكايات الزمن الجميل عن راجل ساكن في قرية بسيطة. الناس كانت شايفة فيه حاجة بس الحقيقة كانت حاجة تانية خالص. واستنوا معايا واسمعوا القصة للآخر، يمكن تغير نظرتكم لناس حواليكم ويمكن تسيب جوه قلوبكم علامة مش هتتنسى. كان يا مكان في يوم من الأيام في قرية صغيرة في الريف، كان في راجل عجوز اسمه عم شوقي. عم شوقي ده كان تاجر كبير، عنده دكان كبير بيبيع فيه كل حاجة من السكر والشاي لحد القماش والتحف. كان معروف انه راجل غني جدا بس ما كانش حد يعرف عنه كتير. عايش لوحده قليل الكلام ووشه دايما هادي كده ومبتسم، بس مبتسم من النوع اللي ما تعرفش تقراه. وفي يوم من الأيام واحد من شباب القرية اسمه سعيد، شاب فقير ومتعلم تعليم بسيط لحد الابتدائية، يعني تعليم يخليه يقدر يقرأ ويكتب كويس. دخل على عم شوقي وقال له: يا عم شوقي، مش كفاية الفلوس اللي عندك؟ ما تساعد الناس شوية. شوف عم سيد الجزار على قد حاله وكل يوم بيوزع لحمة ببلاش على الغلابة. عم شوقي ابتسم نفس الابتسامة الهادية دي وما ردش عليه خالص ولا كلمة. سعيد طبعا زعل وقال في نفسه: ده بخيل ومتكبر ومش حاسس بالناس من حواليه. وطلع من عند عم شوقي وابتدى يحكي لكل حد في القرية عن اللي حصل. وفي أقل من أسبوع كل القرية بقت بتبص لعم شوقي إنه راجل بخيل وقاسي القلب ومش بيحس بأي حد. الناس بطلوا يشتروا من دكانه، حتى العيال الصغيرين بقوا يخافوا يعدوا من قدامه. وفي وسط كل ده عم شوقي كان ساكت، لا اتكلم ولا اشتكى،